شعارات وطنية افتتحت بها عائلة الشهيد الصحراوي سعيد سيد أحمد عبد الوهاب دنبر الذكرى الشهرية 166 بمنزلها بمدينة العيون المحتلة، ذلك بتاريخ 22 أكتوبر 2024. عاش الجبهة الشعبية تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. عاش الجيش الشعبي الصحراوي. يا شهيد ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح. اغتيال سعيد دنبر جريمة لا تغتفر. يا أسير يا رفيق، سنواصل الطريق. كل الوطن أو الشهادة. من منا لا يعرف عائلة دنبر التي أعطت للصمود والتضحية والاستمرار عناوين بل والتصدي لمؤامرات الاحتلال شعار خالد في طيات التاريخ، وضربته بيد حديدية لا تعرف سوى التحدي لسلطات ظالمة تحتل الأرض وتنتهك العرض. اغتالت سعيد دنبر بعد التدخل العسكري المغربي الغادر على مخيم قديمزيك، ولا زالت تغتال في صفوف أبطال انتفاضتنا الباسلة وأبناء شعبنا الأعزل. لكن هيهات ثم هيهات، اسم دنبر أبان لكم مدى غلاوة الدماء الصحراوية والتمسك بالمواقف الصلبة والشجاعة. في الذكرى الشهرية هاته اهتلت العائلة البيان رقم 166 جاء فيه: بيان عائلة الشهيد الصحراوي سعيد سيد أحمد عبد الوهاب دنبر رقم 166. يمر اليوم 166 شهرا على جريمة اغتيال الشهيد الصحراوي سعيد سيد أحمد عبد الوهاب دنبر برصاص الشرطة المغربية في أجواء الحملة الشرسة التي تلت هجوم الأجهزة الأمنية والعسكرية المغربية ضد مخيم النازحين الصحراويين العزل بقديمزيك 12 كيلومتر شرق مدينة العيون بالصحراء الغربية. وها نحن اليوم نخلد ذكراه الشهرية 166 مجددين العهد مع الشهيد سعيد دنبر ومع جميع شهداء القضية الصحراوية العادلة، ومتمسكين بمواصلة نضالنا الحضاري دفاعا عن كافة حقوقنا المعترف بها دوليا، والتي تقوم الدولة المغربية بمصادرة أبسطها يوميا من قبيل الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وكذا لمعرفة ظروف وملابسات اغتيال بين الشهيد الشاب الصحراوي سعيد دنبر. وعليه ومن هذا المنبر فإننا نجدد مطالبتنا الضغط على النظام المغربي لضمان الحقوق المشروعة لعائلتنا ولكافة عائلات الضحايا الصحراويين، ضحايا الاختفاء القسري والقتل السياسي والقتل خارج القانون والتعذيب والتعنيف وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية والمسيئة والحاطة من الكرامة الإنسانية. كما نجدد امتناننا وشكرنا للمنظمات الصحراوية والدولية والمؤسسات والهيئات والبرلمانات والضمائر الحية عبر العالم التي تؤازرنا وتدعم نضالنا المشروع. وإننا إذ نطالب بالإطلاق الفوري واللا مشروط لسراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وعلى رأسهم مجموعة قديمزيك، والكشف عن مصير مئات المختفين الصحراويين مجهولي المصير، ووقف سياسة النهب المتواصل للثروات الصحراء الغربية. نعلن للرأي العام استمرار نضالنا السلمي حتى معرفة الحقيقة الكاملة حول جريمة اغتيال بنينا سعيد دنبر والمتمثلة فيه، معرفة مكان جثة بنينا سعيد التي تم إخراجها من مكانها بقسم الأموات بمستشفى الحسن بن المهدي بالعيون الصحراء الغربية بعد 17 شهر من مقتله دون إشعارنا ودون حضور أي فرد من عائلتنا أو محامينا. إجراء تشريح طبي شرعي وفق المواصفات المعمول بها دوليا في هذا المجال لمعرفة ظروف وملابسات اغتياله واحتمالات تعرضه للتعذيب قبل وفاته. تحمل الدولة المغربية لمسؤولياتها في جريمة الاغتيال هاته ما دام المنفذ المفترض شرطي نظامي مغربي وسلاح الجريمة في ملكية الدولة المغربية. عائلة الشهيد الصحراوي سعيد سيد أحمد عبد الوهاب دنبر، العيون الصحراء الغربية، 22 أكتوبر 2024. تحية لك خيرا مبارك والدة الشهيد وإلى كل أفراد العائلة المثالية كل باسمه، ولا نامت أعين الجبناء كل الوطنية والشهادة. الصالحة محمد البشير بوتنجيزة العيون المحتلة.